موضوعنا النهاردة كما هو موضح أمامكم في عنوان الفيديو، هنتكلم عن أنواع الناس على السوشيال هباب اللي احنا عايدين عليها واللي سعادتك بتشوف من عليها الفيديو ده. وأول نوع معانا هو واحد ما يعرفوش في الكون ده غير أبوه وأمه، ولو عنده إخوات يبقى هم عارفين وممكن يكونوا مستعارين منه كمان. وده أول لما تحصل له أي مصيبة في أي حاجة، وكمان ممكن ما تبقاش مصيبة وتبقى حاجة تافهة عادي جدا بتحصل لأي حد، ينزل لك العين الزرقاء، يقول لك يا ناس يا فقر كفايه قر، ويا ناس يا شر كفايه قر. وده الحل الوحيد بتاعه انك تعمل له بلوك. وتاني نوع معانا وهو النوع اللي كل يوم تلاقيه الستوري على الانستا، يا اما يكون في ستاربكس او في الجيم او في مكان هو مش عارف ينطق اسمه اصلا. وده النوع ده ما تحسدوش على ان هو كل يوم يقضيها في مكان، لا ده انت تدعي له بالهدايه، وكمان تدعي له ان ربنا يرزقه. ليه؟ لان تلتين الاشخاص دول يا اما بيكونوا رايحين مثلا ستاربكس مستلفين حق المكان، حق الحاجات اللي هيشتروها. يعملوا ايه؟ ياخدوا 125 صورة بأوضاع مختلفة، ممكن توصل ان هو يروح يغير لبسه ويرجع عادي عشان يبان ان هو بيجدد في اللبس يعني. يتصور ال 125 صورة يقعدوا معاه 125 يوم، يخلص يروح يستلف حق الحاجات اللي هيجيبها تاني، يتصور برضه 125 صورة وهكذا. نفس الكلام بيحصل في الجيم برضه. فده تدعي له ان ربنا يهديه ويرزقه ويصلح حاله كده. تالت نوع بقى وده اللي قلب لنا التايم لاين حرفيا، ده كل 5 دقايق ينزل صورة حتى لو قديمة ويحط عليها أغنية أول مرة حد يسمعها في الكون كله تقريبا، يكون هو أول واحد سمعها ويحطها. مش كده بس، لا يحط كمان كلمات الأغنية عشان تخليك تحفظها. ده واحد نقول له روح اتعالج في مستشفى نفسية. المسجات كلها المفروض ان انا مادام شفتها المفروض ادخل اجاوب اقول لك يا عاش على الجمدان مش عارف ايه وايه. خلاص المسجات كلها بقت عاش عاش ايه الجمدان ده، واو واو. خلاص يا حبيبي، خلاص يا بابا، الناس خلقها هنا خلاص.